بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. إن شاء الله هنشرح النهاردة طريقة عمل معجونة لاكيه اللي هي خاصة بالأبواب، يعني اللاكيه والشبابيك برضو. احنا عملنا فيديو قبل كده اللي هو صيانة الباب المدهون وكيفية دهان الباب والشباك. طبعا في ناس كتير سألتنا على طريقة المعجونة وبتتعمل ازاي وكده. ان شاء الله نعملها مع حضراتكم دلوقتي. احنا جبنا متوسط كيلو سانيتون مط، كيلو سانيتون مط، ماشي، سانيتون مط. وخدنا تقريبا في منه كيلو، حوالي تقريبا كيلو يعني على قد الخشب. وجايبين كيلو زنك زي ما انتم شايفين كده. هو متوسط كيلو الزنك عامل يعني 40 جنيه في المتوسط كده يعني. والكيلو السانيتون ده عامل تقريبا 35 يعني او 40 في الحدود دي يعني متوسط برضه. طبعا البويه تقيله ما خفناهاش. طبعا هندرب زي ما حضراتكم شايفين بقى كده. هنحط بقى الزنك ونقلب بخشبه بقى لحد ما تمسك على الخشبة وتبقى ايه كويسة كده. طبعا نحط نقطة مية عشان تمسك مع الشغل زي ما انتم شايفين كده. ونبدأ نقلب بقى نقطة صغيرة كده بحيث تمسك معانا المعجونة وتكلبش ايه وتبقى مظبوطة يعني. ونبدأ نحط زنك برضو ونقعد نقلب بقى لحد ما تظبط معانا. طبعا هنفضل نقلب فيها كده لحد ما تظبط معانا بقى. نبدأ برضو نحط لها زنك شوية بشوية كده لحد ما تمسك معانا وتمسك في الخشبة زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما شايفين كده كده بتظبط بقى وتبقى ايه تمسك برضو في الشغل وتبقى تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده. وكده تبقى جاهزة للشغل. طبعا اي استفسار سيبوه فيها كومنت. كان معكم حسام القصاص والمعلم حافظ من قناة ادهن بيتك بنفسك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.